الحاجات الصغيره دي انا بقى اخلصها من الشخص، انا بشرح نظريه في العموم، لكن ما تبطلش انسولين منك لنفسك. انت النظام بتاعي يخليك تقلل جرعات غصب عنك، لان انت سكرك هيقع، مش التهاب. مش هديك من بره دواء التهابات، لا مش دواء التهابات، انا النظام بتاعي هيضيع الالتهابات. فتعرف انت مشكلتك كانت مشكله مع الالتهابات بس، ببساطه يعني. ليه المريض بيدخل في غيبوبه؟ انا قلت دخل في غيبوبه ليه؟ ما هو الراجل التهب لحد ما دماغه التهبت اصلا، حصل التهاب في الغشاء المخ. الراجل ده بقى حصل ديسربشن، دخل في غيبوبه. يقولوا له انت عندك حموضه في المعده، انا قلت اهو حموضه في الدم وكيتون بوديز مع سكر عالي مع ديسربشن في دماغه مع زغلله في عينيه، بيخش في غيبوبه. دي غيبوبه. هو بقى ربنا يعني بص، الراجل ده بيخش في الغيبوبه كده، يتخمد له ساعتين ثلاثه، يقوم بقى كويس. ليه؟ لانه خلاص هو الدوره خلصت، الالتهاب هدي.